لكن الموقف اللي ما قدرتش تساعد فيه هيعيش معاك للأبد. جرب تحس، جرب تتفاعل، جرب تكون إنسان حقيقي مش مجرد متفرج. تخيل إنك ماشي في الشارع وفجأة تلاقي حد وقع على الأرض ومش قادر يتحرك. إيه أول حاجة هتعملها؟ هتمديله إيدك وتساعده؟ ولا هتطلع الموبايل وتصور عشان تحطها ستوري؟ طب دلوقتي تخيل العكس، إن أنت اللي وقعت ومحدش ساعدك، بس فجأة لقيت كاميرات بتصور وكومنتات بتتكتب وحد بيضحك وحد بيقول ربنا معاك وحد بيعمل رياكت ضحك. هو ده العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟ ليه بطلنا نحس ببعض؟ ليه لما بنشوف حد بيستغيث بنتفرج بدل ما نتحرك؟ ليه بقى الطبيعي اننا نشوف المصايب ونعدي عليها كأنها فيلم بيتعرض قدامنا؟ هل التكنولوجيا السبب ولا احنا اللي بقينا روبوتات ومشاعرنا اتلغت؟ هل فعلا بقينا مجتمع مزيف؟ أيوة، والسبب إننا بقينا نتعامل مع العالم كأنه مجرد محتوى على السوشيال ميديا. بنشوف فيديوهات الحوادث والقتل والمآسي وبعد دقيقة بنقلب على فيديو تاني فيه ترند تافه. دماغنا بتتبرمج إن كل حاجة مجرد لقطة وعدت. احنا بقينا روبوتات بتشوف نفس المشاهد كل يوم، فما بقيناش نحس بيها. طب ليه بقينا متبلدين كده؟ في حاجة اسمها البايستاندر إفكت أو تأثير المتفرج. لما ناس كتير بتكون موجودة في موقف معين، كل واحد فيهم بيقول أكيد حد تاني هيتصرف، والنتيجة مفيش حد بيتصرف. ثقافة القطيع، دماغنا اتعودت إننا دايما ننتظر حد غيرنا يتحرك الأول، ولو محدش اتحرك بنفضل متجمدين مكاننا. السوشيال ميديا مش بس بتشارك الأحداث، لا دي بتبرمجنا إننا نتفرج مش نتفاعل. هل السوشيال ميديا هي السبب الحقيقي؟ مش السوشيال ميديا في حد ذاتها، لكن طريقة استخدامها الغلط. زمان لما كنا بنشوف موقف مؤلم كنا بنتعامل أو بنتفاعل معاه بشكل مباشر. دلوقتي بقى رد الفعل الطبيعي إننا نعمل شير أو نكتب كومنت ربنا يرحمه وخلاص. بقت حياتنا كلها متجمدة في لايك كومنت وشير، لكن في الواقع احنا فقدنا التواصل الحقيقي. طب ازاي نرجع إنسانيتنا قبل ما نتحول لروبوتات؟ أول خطوة لازم تدرك إنك مش متفرج في الحياة، انت جزء منها وربنا جعلك خليفة في الأرض. لو شفت حد محتاج مساعدة اتحرك، ما تفكرش كتير، كل ثانية بتعدي بتفرق في حياته. ما تخليش دماغك تتعود على ان الألم والترند هم نفس الحاجة. الترند هيتنسي، لكن الموقف اللي ما قدرتش تساعد فيه هيعيش معاك للأبد. جرب تحس، جرب تتفاعل، جرب تكون إنسان حقيقي مش مجرد متفرج. ودلوقتي اسأل نفسك سؤال واحد: لو كنت انت الشخص اللي وقع في الشارع كنت هتتمنى الناس تعمل ايه معاك؟